وغنصايبوا السفه وتجيك طايبه وما تعجنش. خديت كيلو الشعريه السفه وغادا ندهنها مزيان بالزيت حتى تبسس ليا الشعريه كلها، ونحطها في الكسكاس تفور لمده 20 دقيقه مباشره فور. تنسقيها بالماء بارد وتنحل الشعريه مزيان. من بعد تنرجعها تفور المره الثانيه، نخليها تفور مزيان في كل مرحله. من بعد ما فارت تنسقيها بالماء بارد وندير راس معلقه ديال الملحه باش ما طيبش ليا باسله. وهنا خديت الزبيب اللي غسلته من قبل فرشته في الكسكاس وتنحط عليه الشعريه ونحطه مباشره يتفور. من بعد ما تفور ليا في هذه المرحله الثالثه، شوفوا الشعريه كيفاش تجي راها محلوله، نرجعو يتفور. وغدا نضيف ليا في هذه المرحله السنيده والزبده ونحل مزيان هذيك الشعريه. من مباشره من وراء هذه المرحله تخليوها تفور وتقدموها. هنا من بعد ما فارت مباشره قدمتها في الطبسيل، زينتها باللوز والقرفه وقدمت السكر في زلافه.